يا مساء الفل يا جماعة. بطلة فيلمنا النهاردة اسمها ليلي، بنت زي القمر، بس يا عيني كانت لسه خارجة من قصة حب بايخة، فقالت بس أرجع بلدي تاني وأغير جو في العيد. ولما وصلت لقت أختها الصغيرة فاليريا مستنياها وهي فرحانة بيها فرحة ما تتوصفش، وأخدتها بالحضن وشدتها وقالت لها يا لولا تعالي معايا هوديكي على عزبة خطيبي مناس. ولما وصلوا العزبة ليلي اتصدمت لما لقت فاليريا ناوية تشتريها وتعملها فندق وهي ومناس يديروه سوا. فليلي قعدت تقول لها يا بنتي هو انتي تعرفيه من امتى؟ ده من 4 شهور بس فاليريا دماغها ناشفة مش عايزة تسمع أي حاجة، وبتقول لها يا ليلي أنا بحبه. بس ليلي خافت عليها عشان عارفة إن أختها بتقع في الحب بسرعة وما بتفكرش بعقلها. وبالليل قالوا ايه رأيكم نروح حفلة وننبسط؟ وفعلا راحوا، والمزيكا شغالة والأضواء، وليلي شافت شاب ما يتوصفش اسمه توم، ومن أول نظرة حصل انجذاب فوري ما بينهم وقعدوا يتكلموا ويضحكوا طول الليل. وفجأة بنشوف مناس مشي بسرعة واتصل بيهم وقال لهم أنا آسف عندي مشوار مهم. وليلي وفاليريا رجعوا على البيت لوحدهم. وتاني يوم الصبح راحوا على أرض أبوهم، وهم ماشيين ليلي اتصدمت لما عرفت إن فاليريا صرفت كل فلوسها اللي كانت محوشاها للجامعة وفلوس ورث أمها كمان علشان تدفع مقدم العزبة. وليلي قعدت تحذرها لكن فاليريا دماغها ناشفة. ولما وصلوا البيت القديم بتاعهم فاليريا قالت لها ايه رأيك نبيعه وناخد فلوس ونكمل بيها العزبة؟ فليلي اتجننت وقالت لها يا فاليريا ده بيت ذكرياتنا، ده بيت أمي. بس فاليريا اتعصبت وقالت لها يا ليلي أنا هاخد نصيبي وأعمل فيه اللي أنا عايزاه. وبعد شوية اتقابلوا مع مناس عشان يتكلموا في الموضوع ده، ومناس كان واثق من نفسه وقعد يقول أنا وفاليريا جاهزين لإدارة المشروع. وفجأة ظهر واحد اسمه نيك، وده يبقى سمسار عقارات، وقال لليلي أنا لقيت مشتري لبيت أمك وهيدفع 900,000 دولار، وده رقم عالي جدا على بيت ما فيهوش أي حاجة. فليلي قالت يا عم نيك سيبني أفكر. وفي نفس الليلة نيك راح لتوم في السر وقال له اسمع يا توم، مهمتك إنك تخلي ليلي تحبك علشان توافق على البيع. فبنشوف تاني يوم ليلي لقت مواسير المية ضربت في البيت كله وراحت للجيران عشان تطلب منهم مساعدة، فلقت توم وهو اللي ساعدها وقعد يصلح لها المواسير. بس قال لها المية هتقطع يومين، ولو حبيتي تستخدمي الحمام أو تاخدي دش بيتي مفتوح. وبعد الظهر بنشوف ليلي خرجت مع فاليريا ومناس، وفجأة شافوا بنت اسمها بيا، ودي طلعت الإكس بتاع مناس وكانت عايزة تعرف ليه سابها. وليلي طبعا بقت بتشك فيه أكتر، بس فاليريا ما كانتش بتسمع أي حاجة لحد وبتقول لها إيه يا ليلي أنا بحبه. وبالليل ليلي رجعت البيت ولقت المية لسه قطعة، فافتكرت كلام توم وراحت له، وبعد ما استحمت قعدوا يطبخوا سوا وقضوا سهرة رومانسية. وليلي سألته أعمل إيه في موضوع بيت أمي؟ فتوم قال لها إيه ده؟ الأرض دي ما تجيبش نص الفلوس اللي قال عليها نيك، باعيها بسرعة، ده عرض ما يتكررش. وطبعا بيضحك عليها. وتاني يوم نيك راح لتوم وقال له العملاء مستنيين اخلص. وبنشوف توم علشان يخلي ليلي تثق فيه خدها وراحوا يتفسحوا سوا. بس فجأة شافوا بيا مرة تانية، وليلي مشيت وراها من غير ما تاخد بالها ولقيتها رايحة في فندق مناس اللي كان بيقول إنه بيشتغل فيه. وبنلاقي ليلي دخلت وسألت عليه، فاكتشفت إن مناس ده كداب. فرجعت على البيت وقالت لفاليريا يا فاليريا فتحي عينك، خطيبك ده كداب. بس فاليريا يا عيني عميها الحب وقعدت تدافع عنه. وفي نفس الليلة دي راحوا حفلة تانية، وليلي كانت تعبانة من التفكير، فراحت لمناس مباشرة وقالت له ليه بتكذب علينا؟ فمناس بكل برود قال لها يا ليلي أنا ما خبيتش عليكم حاجة، أنا بس كنت عايز أعمل لفاليريا مفاجأة وأجيب لها شغل أحسن. لكن ليلي حست إن في حاجة غلط. وفجأة بنشوف توم ظهر تاني وهدى الدنيا، وفجأة شنطة ليلي اتسرقت، ومناس عمل فيها بطل وجري ورا الحرامي علشان يثبت لها إنه راجل جدع. وتاني يوم توم خد ليلي وراحوا لواحد مقيم عقارات عشان يقيم أرضها، والصدمة هنا إنها لقيتها ب700,000 دولار بس مش 900,000 زي ما قال نيك. فليلي اتلخبطت، وتوم استغل اللخبطة دي وقرب منها. وبعد المقابلة راحوا يتمشوا على البحر،
وهناك الرومانسية ضربت تاني، وبسبب كلامه ليلي فكرت جديا إنها تبيع الأرض. وفعلا بالليل كلمت أختها فاليريا وقالت لها أنا خلاص قررت أبيع. بس لحظة السلام دي ما طولتش، ورجعت العزبة ولقت العمال اللي بيصلحوا المواسير بيقولوا لها إن المواسير دي اتكسرت عمدا. فليلي راحت للمحبس الرئيسي ولقت فيه الحلق بتاع بيا. فليلي راحت لبيا، وبيا قعدت تعيط وقالت لها إن مناس كان بيعمل فيها كده علشان ياخد منها فلوس. وبعد كده بنشوف ليلي عزمت بيا على الغدا مع فاليريا ومناس، وفاليريا برضو رفضت تصدق، وليلي قالت أنا لازم أتصرف. فراحت لمكتب نيك علشان تمضي عقد البيع، بس قالوا لها إنه في مناسبة عائلية. وليلي راحت المناسبة واكتشفت الصدمة، وهي إن العزبة اللي هم فيها مش للبيع أصلا، ومناس كان بيكذب عشان يوقع فاليريا في حبه. والأصعب من كده إن أرضها خلاص اتسجلت في مشروع فندق حديث. وليلي راحت لنيك، ونيك قعد يبرر موقفه، بس ليلي اكتشفت إن أرضها تساوي أكتر من أي عرض قدمه. وفجأة لقت توم وقعدت تبصله وتفكر في الصدف دي ووجوده في كل مكان، كلامه ونصايحه كل حاجة كانت مترتبة. فليلي حست إن في حاجة غلط، وراحت البيت اللي قال إنه بيته واكتشفت إنه مش بيته، وتوم كان جزء من اللعبة هو كمان. وتاني يوم مرات نيك راحت لليلي وقالت لها يلا امضي العقد. بس ليلي ما بقتش زي الأول، هي فهمت كل حاجة، وفهمت إنه نيك ومراته هم العقل المدبر، وتوم ومناس هم مجرد كومبارس في اللعبة. وبعد شوية فاليريا صدقت أخيراً، وراحت لأختها وقالت لها معاكي حق يا ليلي. وراحوا لمناس، بس مناس كان هرب، وراحوا البيت توم الحقيقي، ومنلاقي توم قعد يعيط وندمان على كل حاجة عملها، واعترف بكل حاجة، وقال لهم إن المواسير اللي ضربت والشنطة اللي اتسرقت وحتى قصة حبه مع ليلي كل ده كان جزء من خطة نيك. وتاني يوم فاليريا راحت لمناس واتخانقت معاه، وفجأة فاليريا اختفت، فليلي اتجننت من الخوف، وتوم قال لها أنا عارف هي فين. فراحوا مكان مقطوع ولقوا فاليريا مربوطة، ولقوا معاها مرات نيك ومعاها الورق وبتهددها وبتقول لها امضي أحسن لك. وفي اللحظة دي توم قرر يتخلى عن العصابة وقرر يحارب مناس، وضربه وخلى فاليريا تهرب، وخد إيد ليلي ونطوا في مكان آمن. وبعد ما هربوا توم اعترف بكل حاجة وقال لليلي إنه هيسلم نفسه للعدالة. وبعد سنة كاملة عدت فاليريا اتغيرت وبقت حكيمة ومسؤولة، وقدرت تشتري العزبة وتعملها فندق زي ما كانت بتحلم. وبعد كده ليلي كانت بتزورها في العيد، وفي ليلة من الليالي وهي ماشية في الفندق لقت مين؟ توم، وعينيه فيها ندم بس كمان فيها شوق إنه يكون جنبها. بس يا ترى هل هتكون نهاية قصة الحب دي سعيدة؟ وكده بيخلص الفيلم، وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.